السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ وخير ما أبدأ به كلامي والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال. النهاردة الروتين بتاعي عند أمي برضو. يعني أنا باجيها كل يومين كده، هو مرة باجي عشان يعني أسأل عليها، عشان هي كانت تعبانة الفترة اللي فاتت زي ما انتوا عارفين. فجيت امبارح كده، هو رحت لقيتها تعبانة يعني، والشقة عندها مش مظبوطة كده، مكركبة والأرضية موسخة وكده. فقلت يعني أعمل روتين عنديها وأصور وأشارككم معايا كده هو في الروتين بتاعي. فشلت الفرش وكان موسخ خالص. شلته وهغسله يعني، وبعد كده بجفرشه طبعا. لسه هغسله، فبعد كده يعني بعد ما اخلص الفيديو هغسله، ومرة تانية ان شاء الله بجفرشه. بس فنفضت برضو الحيطان كانت كلها تراب، المكان ده برضو هي بتحط فيه حاجتها يعني، إن كان خلاط او اي حاجة يعني كده، هو من رفايع كده هو بتحطها جنبيها. فمسحته لها كده، كله كان تراب وزي ما انتوا شايفين. بس نفضته، والحيطان برضو كان فيها تراب. طبعا احنا عشان داخل علينا رمضان، كل سنة وانتوا طيبين، وعد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. قلت ايه يعني، انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، ان شاء الله هوضب لها الشقة خالص، وان شاء الله يكون كده في دخلة رمضان الشقة نظيفة. وطبعا زي ما انتوا شايفين، كل يعني ما باجي واللي ربنا بيقدرنا عليه بعمله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله، ويعني يكون كده خفيف كده ويعني يعجبكم. بس حطيت لها الحاجه بتاعتها في الرف كده هو وشلت الكنب خالص، نفضته كله. يعني انا كنت منفضاه قبل كده، بس برضو ايه يعني، حبيت ان انا برضو اعيد على نظافته تاني، عشان التراب ما يبقاش يعني ثابت فيه. يعني لما كل ما اجي انفض بينضف، يعني ما يبقاش التراب قاعد عليه تاني. بس نفضت هنا الكنبه دي، وطبعا مش هفرشها عشان الفرش بتاعها موسخ وما عندهاش يعني بديل ليه. فقلت لها انا هغسله وهفرشه لها، يعني عشان الفرش اللي هي كانت فرشاه عليه بصراحه بيحافظ على الكنب. عشان هنا يعني كل شويه حد يعني بيجي وكده، ففي عيال وفي مثلا حد بيجي يعني يزور امي يعني. فالفرش لو ما كنتش غطي الكنب، الفرش بتاعه ده هو بيحفظه يعني. لو ما تغطاش بصراحه هيتبهدل، وخساره الكنب حلو يعني وجديد ما شاء الله. فيعني خساره ان هو يتبهدل. بس فنفضته هنا كده، وحطيت له برضو الشلت بتاعته. وسبته بصراحة من غير ما اغطيه، علشان الفرش بتاعه كان موسخ خالص وعايز يتغسل. بس فانا بعد طبعا ما اخلص الفيديو هغسل لها الفرش وهفرشه لها، عشان برضو ايه، احافظ على الكنب يبقى يقعد كده نظيف وجديد زي ما انتوا شايفينه. عشان لو ما تفرش بصراحة بيتوسخ، ما بيبقاش حلو. بس هي طبعا عشان هي بتعمل كل حاجتها يعني، ما بيكونش حد عنديها، بتعمل كل حاجتها هي وقاعدة. فبتحط يعني الحاجة جنبيها، مثلا برطمان سكر، برطمان شاي. بتبقى حاجتها جنبيها، علشان ما مش بتقدر ان هي تقوم تجيب يعني حاجة. حتى والله كانت حاطة الحاجة دي، ده كيس كانت جايبة بدنجان وفلفل، فحطيتهم جنبيها على اساس ان يعني ايه يعني حد يجي يشيلهم لها. فمحدش جه، نسيتهم لقيتهم بايظين. حتى رميتهم في الزبالة يعني، لقيتهم بايظين خالص، ما ينفعوش خالص. بس الحصيرة طبعا سهلة خالص في شيلها. يعني لما بتبقى موسخة يا دوبك نشيلوها كده ونفضوها يعني، مش بتاخد مجهود كبير يعني. بس بصراحة يعني هي احسن من السجاد او الكلام ده، عشان خفيفة يعني. وبعدين ما فيش حد يعني، مش احنا مش مقيمين معاها على طول. فبتبقى يعني الحصيرة دي بتشيل يعني الحاجة التراب وكده، عندما نفضها خلاص بتنضف. بس انا برضو ايه يعني غسلتها، بس ما وريتش الكاميرا يعني، ما صورتش يعني الغسيل بتاعها. هي سهلة يعني، غسيلها سهل وكده، فغسلتها. وقلت عشان لما امسح والم التراب ده هو والزبالة دي تبقى نظيفة يعني، افرشها كده على نظافة. بس زي ما انتوا شايفين يعني كمية التراب، وعلشان برضو الشقة هنا دور قريب من الشارع، فبتلم تراب قوي يعني. حتى المرة اللي فاتت كنت كانسة ومنظفة، برضو بتلم التراب اللي هو الناعم ده اللي انتوا شايفينه.
بس فهي يعني هي معاها عذرها ان هي ما بتقدرش تعمل حاجة، ما فيش حد اصلا معاها يعني يساعدها، الا اذا انا واخواتي يعني نيجوا مثلا، كل واحدة تعمل اللي ربنا يقدرها عليه، ويعني نجوها مثلا كل واحدة تجيها يوم كده كده. لكن هي علشان تقوم تعمل حاجة ما بتقدرش والله خالص يعني. فيعني هي ليها عذرها، ويعني احنا برضو ايه ما مش بنسيبوها، هو برضو كل اللي بيقدر يعمل حاجة معاها بيعملها لها. ربنا يشفي عنها يا رب، ويشفي عن كل مريض ان شاء الله. طبعا التراب الناعم ده من الشارع، يعني عشان الشقة قريبة على الشارع. يعني هي المفروض ان هي كل يوم برضو تتكنس وكده وتتمسح، بس طبعا احنا كل واحدة في بيتها ومعاها ظروفها، يعني عيالها ويعني اليوم بتاعها بيبتدي وبينتهي في العيال والاكل والشرب وطلباتهم وغسيل. برضو لنا البيت بتاعنا برضو بنعمله فيه، يعني بننظفه فيه وكده. فالواحد يعني ربنا ايه يعني يساعدنا كلنا كده ان شاء الله، واللي بيبقى مقصر في حاجة يعني تبقى غصب عنه، والله هي ظروف. بس احنا يعني كل واحدة من اخواتي بتيجي يعني مثلا يوم مثلا تعمل لها اللي هي عايزاه وكده. وربنا يديها الصحة يا رب ان شاء الله، ويشفي عنها ويشفي عن كل مريض ان شاء الله، ويبارك لنا في عمرها ان شاء الله، علشان هي فتحنا البيت ويعني شايلة همنا ودايما معانا في كل حاجة يعني. فربنا ان شاء الله يديها الصحة يا رب، ويبارك في عمرها ويشفي عنها ان شاء الله. شلت طبعا الكنب عشان بيبقى تحتيه حاجات برضو وجع مثلا من العيال كده، ما حدش بيعرف يطلعها، فلازم اشيل الكنب واطلع كل اللي تحتيه. بس فطبعا لازم الكنب يتشال، فبشيله وبكنس تحتيه. يعني بعمل نظافة كاملة علشان ايه ما يبقاش يعني فيه تراب كتير، ولا تبقى حتة نظيفة وحتة مش نظيفة، يعني كله بيتشال وكله بيتكنس وبتنضف يعني كلها مرة واحدة. كمية طبعا تراب كبيرة هتشوفوا دلوقتي تحت الكنب وتحت الدولاب ده، هو برضو فيه شوية تراب برضو طلعتهم. يعني هنا لما المكان يعني اقل حاجة فيه بتظهر، يعني المكان بيبقى نظيف، بيبقى بصراحة يعني اقل شغل فيه بيظهر ما شاء الله، السيراميك نظيف وجديد، واي حاجة بتتعمل فيه جديدة بتظهر يعني، غير اللي هو البلاط العادي بياخد وقت كده، ويعني بياخد مية كتير وكده، لكن السيراميك بصراحة ما شاء الله نظيف. هنا كنست تحت الدولاب كده برضو كان فيه برضو اكياس وتراب وكده، كله اتكنس كده وطلع. الشقة لما بتتكنس بصراحة وتتوضب كده وتنضف بتبقى حلوة خالص، ويعني بيبقى شكلها حلو، وبتبقى غير مثلا ما تبقى مكركبة. يعني اكيد اي حد ما بيحبش المكان اللي بيبقى موسخ، لازم بيبقى يعني يعمل اللي ربنا يقدر عليه عشان. بس ان شاء الله ربنا يقدرنا جميعا كده، وان شاء الله ما نخليهاش تحتاج لحد، ويعني كل واحدة فينا بتيجي تعمل اي حاجة هنا هو علشان يعني محدش بيقضيها غيرنا احنا يعني، بناتها بس يعني هما اللي بيجوا يقضوها. وان شاء الله ربنا يا رب ما يحوش حد لحد ابدا ان شاء الله، ويشفى عن كل مريض ان شاء الله، وتكون الايام اللي جاية كده ايام مفترجة، ويوسع في ارزاقنا جميعا يا رب، ويرزقنا باذن الله، وان شاء الله يسد ديننا يا رب، وما يحوجنا لحد ابدا باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. والله انا يعني الحمد لله ربنا بيقدرني، ولما بعمل اي حاجه عند امي كده يعني بشوفها ان هي فرحانه كده عشان ما بتقدرش تعمل حاجه، ويعني ببقى انا كمان فرحانه، وكفايه ان انا باخد دعواتها. ويعني ان شاء الله ربنا يبارك لنا في عمرها يا رب ان شاء الله. وهي عايزة يعني تتكلم معاكم في الفيديو، فأنا هسيب لها طبعا الفيديو تتكلم عليه براحتها زي ما هي عايزة يعني. اهي معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه يا حبايبنا؟ كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه وعاملين ايه اولادكم؟ والله النهاردة ماما روان تعبت معايا وجت عملت لي الشقة، الله يبارك فيها يا رب، ويخلي لها اولادها ان شاء الله، ويصلح حالها يا رب، ويسدد ما عليها يا رب، ويرزقها بولاد الحلال يا رب اللي يساعدوها ويسددوا ما عليها يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه واخباركم ايه؟
على الله الأيام تيجي سعيدة علينا وعليكم يا رب، وشهر شعبان يكون بخيت وسعيد علينا وعليكم وعلى الأمة المسلمين أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. وعاملين ايه وأخباركم ايه؟ وبشكر مروان والله تعبت معايا النهاردة، ربنا يبارك لي فيها يا رب وفي اخواتها ويصلح حالهم ويديهم الصحة يا رب ويسعدهم زي ما بيسعدوني ويوسع أرزاقهم إن شاء الله ويرزقهم أولاد الحلال يا رب اللي يقفوا معاهم ويساعدوهم ويسددوا لهم ديونهم يا رب ويكرمهم إن شاء الله زي ما بيكرموني، ربنا يوفقهم ويكرمهم يا رب. الحمد لله، ربنا يبارك لي فيهم يا رب كلهم ويخليهم ويصلح حالهم ويديهم الصحة إن شاء الله ويخلي لهم أولادهم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتهم، كل اللي يعملوه معايا يجعلوا في ميزان حسناتهم إن شاء الله. طبعا احنا كده مش بنتعبوا يعني، ده احنا بس ايه بنحب ان هي تبقى مبسوطة يعني. لما تبقى الشقة موسخة بتبقى تعبانة والله، ما بتبقاش قادرة تتكلم وما قادرة تعمل حاجة، بس يعني ان شاء الله والله ربنا كده يقدرنا بإذن الله. وكل واحدة يعني اللي تقدر على حاجة تعملها في الشقة هتعملها لها بإذن الله، لغاية لما يجي رمضان تكون شقتها زي الفل إن بإذن شاء الله. الله ربنا يديكم الصحة ويعود عليكم الأيام بخير يا رب آمين ويجعل يا رب. رمضان بخيت وسعيد علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب. آمين يا رب والله فيها العالمين. بركة هي وأم يوسف، كل واحدة كل اللي يجي منهم بيعمل حاجة وبيعملوا لي أكل وبيعملوا وبيروقوا له وبيمسحوا له وبيغسلوا المواعين وبينظفوا له وبيغسلوا له هدوم. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ربنا يبارك لي فيهم كلهم يا رب ويصلح حالهم ويسعدهم يا رب ويفرحهم بأولادهم إن شاء الله ويصلح حالهم، يجعل الأيام بخيتة وسعيدة علينا وعليكم وعليهم يا رب. طبعا ربنا انا هنا يوفقهم. برضو لغيت الشرشوبة عشان كل يعني ما كنت بعمل بيها كان في ناس بتقول لي يعني بلاش تعملي بيها عشان شكلها مش حلو. فانا طبعا جبت المساح المساحة وحطيت المية، حطيت لها كلور كده وشوية منظفات يعني عشان تبقى الأرضية نظيفة. وزي ما انتوا شايفين كده بعد البلط ما لمع اخلص اهو، يعني ان شاء الله البلط هيبقى لمع، احسن. ربنا يبارك لي فيك يا رب ويصلح حالك ويخليك يا رب طبعا كل ده ويديكم هو الصحة إن شاء الله بيخلي كلكم البلاط أجمعين، ينضف. يديكم الصحة يا رب ويسترها معاكم إن شاء الله ويصلح لهم واللي زيهم ويصلح حالهم جميعا يا رب ويسدد الدين اللي عليهم يا رب ويسترهم ويستر امين ولاياهم يا رب، امين يا ويصلح رب. حالهم كلهم جميعا يا رب. يا رب يرزقهم اولاد الحلال يا رب اللي يساعدوهم يا رب، يا رب يرزقهم اولاد الحلال اللي يساعدوهم ويفرحوهم يا رب. وزي ما بتفرحونا ربنا يفرحكم ويصلح حالكم ويشفى عن مرضانا ويشفى امين يا رب، ومرضى امين. المسلمين اجمعين ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين اللهم امين يا ويجعلها رب ايام العالمين. سعيده وبخيته علينا وعليكم وعليهم يا رب. يا رب ان ويبارك شاء لي في الله. اولادي وفي بناتي يا رب ويخليهم ويحفظهم من كل شر ويصلح حالهم ويجعلها ايام سعيده على الجميع يا ان رب. شاء الله يكون كده شهر شعبان كده بخيت علينا باذن الله، وربنا ان شاء الله يبلغنا ان رمضان شاء واحنا في الله احسن حال يا باذن رب. الله وكل مريض ربنا يشفى عنه، يا رب وكل يا رب مهموم ربنا يا رب يفرج عنه همه يا يا رب ان رب شاء يصلح الله. حالكم ويسدد ويفرج ديننا همومنا باذن الله ويفك جميعا. كربكم يا رب امين أجمعين. يا رب، امين يفك يا رب. كربكم ويصلح حالكم ويفرج همومكم يا رب ويستركم ويستر ولاياكم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب. امين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب كلكم. طبعا انا الموضوع بتاع الست اللي كانت عامله قرض دي ومشيت وسابتنا، انا من لغايه دلوقتي برضو لسه ما عرفت لهاش طريق. ويعني قاعده بصراحه مهدده ان في اي وقت يعني، عشان المحامي اللي كلمني قال لي ممكن لو ما دفعتش يعني الاقساط اللي عليا ممكن يرفع عليا الشيكات وكده. فانا طبعا خايفه ان انا اروح يعني او اسال او كده، خايفه لحسن يجيبوا لي حاجه وحشه يعني. وطبعا احنا في ايام مفترجه، فربنا ان شاء الله يسترها ربنا باذن يبعد الله عنك الشر ان شاء الله ويعديها على ويسدد خير ما يا عليك رب. ان شاء الله اللهم امين ويرزقك يا رب بولاد الحلال العالمين. يا رب، يا رب يرزقك بولاد الحلال اللي يساعدوك ويسددوا لك ويصلح حالكم يا رب امين يا رب اجمعين. العالمين. ان شاء الله يجعلها ربنا ايام يصلح سعيده حالنا يا رب جميعا على يا رب. الجميع ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا يا رب رب باذن الله. طبعا الايام ويسعدكم زي ما مفترجه دي ساعدتوني، ربنا اكيد يسعدكم زي ما يعني. ساعدتوني ويبارك امين لي يا رب، فيكم زي ما امين. فرحتوني يا رب. امين يا رب. الايام المفترجه دي طبعا ربنا بيكرم الجميع فيها، طبعا بيبقى فيها خير كتير ان شاء الله. ربنا يقدم لنا اهل الخير يا رب ان شاء الله. ويعني حتى على الاقل ان انا اسد جزء بس من الدين اللي عليا دوا.
وان شاء الله ربنا باذن الله يعديها على خير يا رب ان شاء الله، يا رب. وما يجيبش حاجه وحشه باذن الله عشان خاطر العيال اللي معايا دي. ربنا باذن الله يعني يفك كربنا باذن الله ويعديها على خير يا رب ان شاء الله. ربنا يصلح حالك وحال كل من داق وحال كل ما يفك هم كل مكروب وكل امين ما يا رب وكل العالمين. ما مزنوق وكل ما كل الناس كل اللي الناس ان شاء تعبانة الله، واللي كل الناس باذن معاها الله أي حاجة يدخل علينا كده يجعلها شهر أيام رمضان حلوة يا رب، بالخير ان شاء يجعلها الله، أيام حلوة ويسدد معاليكم كلكم يا رب، ويوسع يا ويسترها رب كده معاكم في ويوسع ارزاقنا أرزاقكم، جميعا يا رب ان شاء يوسع الله. أرزاقكم يا رب، يصلح حالكم ويسدد معاليكم يا رب. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصنا المسيح البلاط كده هو ظهر يعني ونضف وبقى شكله يعني ما شاء الله والله لما بيكون زي وسخ الفل. الشقة بتبقى وسخة أنا بتعب وبيجيني كده زي اكتئاب كده، والله ببقى بيجي حالة قاعدة نفسية عيانة كده وببقى نايمة تعبانة على وكده. السرير مش عارفة فيها إيه، ببقى أعصابي تعبانة وجسمي كله وجعني يعني وتعبانة لا حول ولا قوة ومتضايقة. ليها، ما أبص بتقدرش تعمل بعيني وما حاجة. أقدرش أعمل حاجة، أبص بعيني ولما ربنا بيرزقني بأي حد منهم بفرح والله الحمد لله. ربنا يبارك لي فيهم ويديهم الصحة والعمر ويخليهم لي يا رب ويحافظ لي عليهم، واللي بيساعد ربنا بيرزقه بأضعاف أضعاف اللي بيعمله. الحمد إن شاء لله الله ربنا ربنا يرزق يكرمهم الجميع بالخير يا رب، والعدل يا رب، وأهل يوسع الخير أرزاقهم ربنا أجمعين يا يكرمهم رب. يا رب، ويوسع عليهم إن يا شاء رب الله، يا رب يصلح ويعود علينا حالهم وعليكم كلهم، الأيام يصلح بخير يا حالهم رب إن كلهم، شاء الله. حبايبنا كلهم من كل الدول ومن في كل مكان، يصلح حالهم ويديهم الصحة ويوسع أرزاقهم، يجعل بيتهم عمران بالخير وبالسعد إن شاء الله يا رب. شاء وكل اللي الله. بيفك كرب مهموم وكرب مديون ربنا يفك كربكم ويصلح حالكم ويديكم إن شاء الله ويصلح حالكم يا رب، يعني ويقف النهارده معانا يا الجو رب. كان تلج والميه طبعا الهدوم بتاعتي كلها غرقت ميه. بس قلت يعني اهم حاجه ان المنظر يبقى حلو ربنا وامي كده يجعله في ميزان تبقى حسناتك فرحانه ان شاء الله يا رب يا رب ويسعدك، ان شاء ربنا يجعله الله. في ميزان حسناتك فزي ما ويسعدك انتم يا رب. شايفين كده الشكل النهائي بقى عامل ازاي. يعني الحمد يوسف والله لله تعبانة التانية كانت بتيجي تقضي خلصنا تعبانة يعني والله ام يوسف يعني شوية. المنظر بقى حلو وشكل كده هو اتغير خالص عن الاول. اي بقى مكان لما حلو، بينضف بقى بيبقى نظيف غير وحلو الاول والله. خالص. الحمد لله ربنا يقدرنا كده باذن الله، ان شاء الله. واللي نقدر عليه ان شاء الله نعملوه باذن الله. وان شاء الله زي ما انتم شايفين انا غسلت الحصيره عشان كانت برضو موسخه، فالمنظر بقى حلو خالص ما شاء الله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش يا اخواتي اللي معايا في الصفحه طبعا يتابعوا القناه، واللي يدخل يتفرج على الفيديو لاول مره يعني فضلا وليس امرا اتمنى ان هو يعمل اشتراك للقناه ويحط اللايك، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم، وباذن الله الايام اللي جايه باذن الله تكون احسن. وما تنسونيش في الدعاء طبعا ان ربنا يفك كربك إن شاء كرب الله كده ويسدد ديني يا رب ان شاء الله. يفك كربك إن وان شاء شاء الله يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله كل واحد عليه حاجة ربنا يفكها كده ويرزقنا كده من وسع احنا والسامعين يرزقكم من جميعا حيث يا لا رب ان تحتسبوا شاء ان شاء الله. الله اجمعين يا رب. وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه، ويا رب الفيديو يعجبكم. والحمد لله ان انا استغنيت عن الفتالة يعني او الشرشوبة، يعني زي ما انتوا بتقولوا عليها، انا مش عارفة انتوا بتقولوا عليها ايه. والحمد لله ان وصلنا للمرحلة دي، ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. وسيبوا لنا تعليق حلو كده، واهم حاجة تدعونا ان ربنا يعني يفرج كربنا ويسد ديننا باذن الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم استودعكم في ورحمة حفظ الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.